أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد المليجي وأهلا بكم في فيديو جديد مع لغز جديد أو قديم. في أواخر القرن ال19 بريطانيا كان عندها موجة هوس بالألغاز، ودي كانت واحدة من الألغاز اللي كانت موجودة وقتها. جت الشركة اليابانية هاناياما أو هاناياما زي ما أنتوا بتحبوا تقولوا، وجت مؤخرا وراحت منزلة اللغز ده تاني، فعشان كده بقول عليه إن هو لغز قديم أو جديد على حسب بتبصوا لها إزاي. اللغز اسمه ميدل او ميداليه. الهدف ان احنا ناخد الحلقه اللي هنا اللي في بق السمكه دي ونطلعها بره، وزي كل الغاز هاناياما برضو نرجعها تاني جوه بعد ما نخلص. مش اصعب مستوى عندهم، بس الصراحه اتشديت ليها شكلا، وبرضو لما عرفت القصه بتاعتها ده خلاني عايز اجربها اكتر. اوكي، خلينا نجيب الستوب واتش، توكلنا على الله. اوكي، يعني مبدئيا احنا عايزين، يعني باين من الشكل ان احنا عايزين الحلقه دي ناخدها نوصلها هنا بطريقه ما، واكيد هتخرج من الميداليه دي، مش هتخرج من هنا، يعني مش هتبقى بالسهوله دي. فاحنا عايزين نعرف بقى ازاي دي نوصلها هنا. هل باستخدام الحلقة الصغيرة اللي هنا دي؟ طيب خلينا نشوف. اوكي، ادي اول حاجة اهي بدأت تتحرك. الحركة هنا سهلة، ما فيهاش اي مشاكل. طبعا مسدودة من هنا فمش هعرف اخرجها، ومستحيل هعرف اخرجها من هنا بالطريقة دي. معنى كده ان احنا لما وصلنا هنا بقى عايزين ايه؟ ندخل دي في الموضوع بطريقة ما. هل نقلبها كده؟ تفتكروا نجيبها مثلا؟ والله تصدقوا ممكن، صح. اوبا. اوكي. تمام. يبقى هل انا كده، انا كل اللي انا عايز اعمله ان انا اعديها بس من هنا، واظن الموضوع هيبقى سهل بعديها، صح. اوكي، بس هي انا معصلجة مش عايز تتحرك ليه بقى؟ في البتاع الناحية دي. طيب، عايز ارفعها فوق هنا. طب لو حركناها كده، يعني لو دي اتحركت بحيث انها نعدل على الزاوية. الله عليك، ايوه كده. نعدل على الزاوية بحيث ان دي تتحرك. جميل، حلو قوي. خليني ابعت التليفون ده عشان انا خايف يكون بيبوظ الفوكس، وهدخله تاني لما نحل. اوكي، عملنا كده. وصلنا لفين بقى؟ خلاص احنا كده عديناها. هنرجعها بقى كده تاني عشان نعرف نكمل. مية 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 مية. طب احنا بقى كده ممكن ننزلها، صح؟ لازم نجيبها من هنا الاول. نجيبها هنا كده. ايوه. يلا. احنا وصلنا كده هنا ازاي؟ اوكي، انا بس عايز اطلعها من الحلقة الاساسية اللي هي كانت فيها في الاول، وهو ده هدفي. المفروض انها في مكان ما هنا بقى. قريبين اوي. الله، مية مية. هوب الله. اوكي. دلوقتي عايزين بقى نخرجها من هنا، صح؟ هل هنرجع تاني كده؟ اظن لا والله بتتحرك من هنا. طيب اوكي. ايه بقى؟ انا اظن ان احنا لازم نستخدم الحفر دول لمصلحتنا عشان نعرف ننقل منهم الحلقة من واحدة لواحدة. بس اني نبتدي من فين بقى؟ ده اللي انا مش متأكد منه الصراحة. طيب ايه اللي يحصل لو عملت مثلا انا دلوقتي فهمت ايه التركاية. الفكرة ان انا كنت بحاول ادخلها في الحفر الاول، بس لو جبت الحلقة نفسها وحطيتها هنا في المخرج ده قبل ما ادخلها هنا، هيسمح لي ان انا احكمها بحيث ان انا ساعتها اقدر ادخلها مثلا هنا. فننط دي، وبعدين هننط دي، وبعدين هننط دي، بعدين هننط دي،
مش عارف، انا عمال بنط من الحفر، مش عارف اذا ده بيقربني ولا لا، بس خلينا نجرب. بعدين هنا. طب ثواني، احنا ممكن نخرجها كده، ممكن نخرجها صح؟ انا بيتهيألي، لا ينفع. الله، 100 واو. 8 دقايق و8 ثواني تقريبا، مش وحش والله. اوكي. بس زي ما احنا عارفين البازل ما خلصتش، لازم دلوقتي نركبها ونرجعها مكانها تاني. وانا الصراحه مش متاكد اذا انا فاكر بالظبط الحركات اللي انا عملتها عشان اوصل لهنا، بس هحاول خير ان شاء الله. نكمل. اوكي، فاول حاجه احنا عارفين ان احنا لازم ده يركب من هنا الاول قبل اي حاجه. لا يعني لازم الحلق ده يبقى ثابت هنا. ايوه، بس ساعتها ممكن يركب هنا ونبدا بقى ايه ننقل. لا كده خرج. ثواني. ايوه كده. مش فاكر بس هو كان فين قبليها. كان في دي تقريبا صح. ودي ولا ايه؟ مش كده؟ لا كانت هنا. ودي كانت هنا. تمام كده، الله ينور. ودي كانت هنا، دي كانت بتوصل على دي، دي كانت بتوصل على دي. الله. و احنا دلوقتي عايزين ندخل الحلقة بس كده 100. وبعدين جينا هنا، وتقريبا هنا كان وقت ما فكينا من الحلقة اللي هي او الميدالية اللي فوق دي، فاظن احنا لازم نطبقها كده بقى. ايوه صح، لانها هتركب هنا تقريبا. الله. دلوقتي عايزين نرجع بقى ندخلها من الحلقة الصغيرة دي. اوكي. عامة الموضوع يعني حاسه في التركيب مش متعب قوي زي الغاز تانية من بتوعنا انا الصراحة. ربنا يتمم على خير بقى. شكلي حسبت الموضوع. مية. اوكي، فاضل بس اخر حتة دي عايزين نخرجها. ايوه. فاضل بس نركبها هنا في بق السمكة. بوم. 11 دقيقة و7 ثواني. يا ساتر، ريحة ايدي كلها بقت معدن. هي دي مشكلة الالغاز اللي زي دي. بس الصراحة كان لغز ممتع. نعم ما كانش اصعب حاجة وما خدش وقت طويل قوي المرة دي، بس كان فعلا ممتع، وحاسه ان هو حاجة يعني ايه تذكارية كده احتفظ بيها. ولكن المتعة لا تنتهي هنا اعزائي المشاهدين، فلو حابين تشوفوا الغاز تانية هحط لكم اللينكات بتاعتها هنا.